السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة عملت بطاطس بطريقة مختلفة جدا، بطاطس مقلية سهلة وجميلة وهتعجبكم ومختلفة. بس يا ريت قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. ودلوقتي انا عندي البطاطس قشرتها كده، اي كمية بطاطس تحبي تعمليها. وبعد ما قشرتها بقى كده هروح بقى عشان اغسلها. وبعد ما غسلتها كده بالشكل دوت نبدأ بقى نقطعوها معانا. يعني نقطعها كده بالشكل دوت، نقطعها كده نصين، وكل نص بقى نقطعه ايه لأجزاء صغيرة، مكعبات صغيرة اهو كده. وبعد ما هقطع بقى كل كمية البطاطس بتاعتنا اهوت، هروح اجيب بقى ايه حلة واحط فيها البطاطس اللي احنا قطعناها مكعبات. وبعد ما حطيت كل البطاطس كده بالشكل دوت هروح اجيب بقى ميه واحط ميه عليها عشان يروحوا نسلقوها. وبعد ما الميه حطيتها وغطيتها كده على البطاطس بالشكل دوت، اروح بقى احطها على النار لغايه ما تبدا تتسلق معانا بالشكل ده. وبعد كده اقوم بقى ايه مصفياها من الميه بتاعتها اهو، حطها في مصفى كده تصفي الميه بتاعتها خالص. وبعد ما صفت الميه بتاعتها خالص بقى نبداوا ايه يعني ايه نهرسوها بقى خالص كده، نخليها ناعمه خالص البطاطس. وبعد بقى ما هرسناها كده بالشكل ده وبقت ناعمه معانا خالص، نبدا نضيف التوابل بتاعتنا. عندنا معلقه من الفلفل الاسمر، وعندنا ملح وكاري وبابريكا. واخر اضافه هضيفها معانا هنا نص كوبايه من الدقيق، ولو احتاجت مثلا شويه دقيق ممكن تزودي ايه شويه كمان لغايه ما تحسي ان هي ايه مسكت معاكي كده وبقت يعني ايه مش ناعمه قوي كده اهو. تبداي تعجني كله مع بعضه كده، كل التوابل بالدقيق بالبطاطس كله مع بعض. وبعد ما خلصتها كده بالشكل دوت انا حطيتها في كيس حلواني، وعندي زيت بقى يعني ايه مقدوح كده اهوت الكيس الحلواني ده. وتبداي تنزليها كده اكنك بتعملي يعني ايه بلح شام يعني. بس بصراحة الوصفة جميلة جدا وهتعجبكم، خطيرة بجد يعني. وبعد بقى ما تاخد اللون الذهبي بتاعها او اللون اللي انت تحبي البطاطس بيه كده بالشكل دوت، انا حبيتها بالشكل ده والدرجة ديت. اطلعها بقى اصفيها اهوت، واخلص الكمية كلها. وبعد ما عملت كل كمية البطاطس جميلة جدا. انا سامعين صوتها عامل ازاي؟ كنت بس عايزاكم تسمعوا الصوت بتاعها. انا بقى قدمتها مع كاتشب، ممكن تقدموها مع مايونيز كاتشب طحينة زي ما انتوا عايزين اي صوص. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي.